يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالفراخ في الفرن مع رز حبة وحبة بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. اول حاجة هبتدي بالتتبيلة بتاعة الفراخ. هنا عندي 3 طماطم صغيرة، 1 بصل متوسطة و2 فلفل اخضر. هنا التوابل: نص معلقة من الزعتر، نص معلقة من الروزماري، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من البابريكا، رشة صغيرة من القرفة، نص معلقة 7 بهارات وملح، وعندي 3 فصوص حبهان. هبتدي اخد التوابل دي بالملح واحطه على الطماطم والبصل والفلفل والحبهان. هبتدي اشيله، مش هحطه مع التوابل دي، هبتدي افتحه واخد البذور منه بس، مش هحط الحبهان كامل. هاخد البذور بتاعته بضغط عليه من فوق كده، وبعد كده ببتدي افتحه واخد منه البذور على التتبيلة بتاعتي. يبقى انا حطيت 3 طماطم صغيرة، حطيت بصلاية متوسطة وفلفل حامي. تقدري الفلفل ده تستغني عنه وتحطي واحدة من الفلفل الرومي او تعملي ميكس بين الاتنين. ال3 طماطم صغيرين ممكن استبدلهم بطماطمية كبيرة. وهسيب لكم برضو التوابل تحت في صندوق الوصف. كده تمام. حطيت البذور بتاعة الحبانة، ابتدي افرم التوابل بتاعتي مع الطماطم والفلفل كويس جدا والبصل لحد لما تنعم معايا بالشكل ده. هبتدي اجيب الفراخ دي غسلتها ونقعتها في دقيق وملح وليمون حوالي نص ساعة. وطبعا فصلت بين الجلد واللحم علشان احنا هنتبلها منها، وعلشان كمان نشيل منها اي مادة زلالية. وبعد كده شطفتها وصفتها كويس جدا. حطيت التتبيلة وهاخد من التتبيلة واحط كده تحت الجلد وفوق الجلد، واتبل الفراخ بتاعتي كويس جدا. اقل حاجة اسيب الفراخ دي ساعتين قبل ما استخدمها في صينية البطاطس، لكن انتي تقدري تتبليها وتسيبيها في التتبيلة اكتر من كده، يبقى طعمها احلى واطعم كمان. تتبيلة سهلة وبسيطة وما حطيناش فيها اي حاجة صعبة، بطريقة اهالينا كده، طريقة البسيطة بتاعت زمان. كده تمام. تبلت الفراخ بتاعتي كويس جدا، هسيبها ونجيب بقى الخضار اللي هنحطه في صينية البطاطس بتاعتنا. هنا عندي بصلاية كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، حوالي 5 طماطمات صغننين متقطعين شرايح رفيعة، و3 قرون من الفلفل الرفيع متقطع رفيع. هنا عندي ملح وفلفل اسود وبابريكا، وعندي كيس من مكعب او كيس من مرق الخضروات. هبتدي ادعك التوابل مع مرق الخضروات والبصل كويس جدا لحد لما البصل ينزل المية بتاعته. هجيب البطاطس بتاعتي متقطعة شرايح، لا هي رفيعة ولا هي سميكة، يعني تكون متوسطة. وابتدي احط البصل اللي حطيت عليه الملح والفلفل والبابريكا وكيس المرق، وهبتدي احطه على البطاطس مع الطماطم والفلفل بالشكل ده. هنعملها ني في ني، بتبقى طعمة خطيرة وخفيفة وريحتها تجنن. هحط كمان 3 معالق من الصلصة. وبعد كده هبتدي اقلب البطاطس مع المكونات دي واتبل البطاطس بتاعتي كويس جدا. كده خلاص تمام، بقت جاهزة معايا. هبتدي اجيب الفراخ من التتبيلة واحطها على الوش بالشكل ده، واشيل اي تتبيلة من على الوش علشان ما تتحرقش لما تدخل الفرن. طبعا في الوقت ده انا شغلت الفرن علشان تسخن. لما اجي ادخل فيها صينية البطاطس تكون الفرن بتاعتي متسخنة كويس. هبتدي اجيب كوباية من المية واحطها بجنب كده في صينية البطاطس، ما احطهاش على الوش وما احطهاش على الفراخ عشان ما نزلش التتبيلة اللي موجودة عليهم. وهجيب معلقة من السمنة كده وهدهن وش الفراخ. ممكن تستغني عن السمنة خالص، يعني تعمليها بدون دهون خالص وتعتمدي على الدهون اللي هتنزل من الفراخ. بس انا بديها كده معلقة من السمنة علشان ورق الزبدة كمان ما يلزقش، وبرضو ورق الزبدة بيلزق. لو عندكم او تعرفوا نوعية كويسة مش بتلزق اكتبولي في التعليقات.
بعد ما غطيت الصينية بورق الزبدة غطيتها كمان بورق الفويل وحطيتها على البوتاجاز دقيقتين 3 بس اسمع صوت الغليان بتاع البطاطس، وبعد كده هدخلها في الفرن المتسخن من قبل كده على درجة حرارة 220 في الرف اللي في النص. هنا هبتدي اعمل الرز. جبت الرز بتاعي واخدت غسلته كويس طبعا، واخدت ربع الرز وحطيت معلقة سمنة في الحلة سخنت، نزلت بربع كمية الرز وهبتدي اقلب فيه وافضل اقلب فيه باستمرار، ما سيبهوش وامشي، لا افضل اقلب فيه باستمرار لحد لما ياخد اللون الذهبي. وبعد كده هبتدي انزل ب3/4 الكمية اللي فاضلة من الرز. ممكن تعملي النص الرز تحمريه والنص التاني تحطيه، بس انا بحط الربع او التلت مثلا، والتلتين التانيين يبقوا ابيض. بعد ما قلبت كويس جدا ابتديت بقى والرز اتشمع، ابتديت اسقي الرز بتاعي. لو عندك شوربة تسقيه بالشوربة، لو مش عندك هتحطي مية وملح، ممكن مكعب مرق بيطعم الرز وبيخلي طعمه حلو جدا. هنسيبه على نار عالية، هنغطيه ونسيبه على نار عالية لحد لما يتشرب، وبعد كده نرجع نشوف هنكمله ازاي. طبعا الشوربة او المية تكون بتغلي لما نحطها على الرز. بعد ما تشرب هرجع كده اقلبه تقليبة، وبعد كده هبتدي اغطيه واوطي النار خالص واسيبه يكمل التسوية بتاعته. بالشكل ده خلاص الرز بصوا استوى وبقى تمام وحلو جدا جدا، وريحته كمان حلوة جدا. بصوا بالشكل ده خلاص هو كده استوى. خرجت صينية البطاطس من الفرن، اخدت حوالي ساعة وربع، ممكن تاخد ساعة ونص على حسب حجم الفراخ. وهبتدي اشيل ورق الزبدة والفويل بالشكل ده. بصوا يعني احنا دهنا سمنة وبرده بيلزق يعني. التسوية بتاعة الفراخ زي ما احنا شايفين كده تمام، وكمان البطاطس تمام. جبت معلقة صغيرة من الصلصة واخدت من الدهون والصوص اللي نزل من الفراخ نفسها، وحطيت رشة صغيرة من الملح والفلفل الاسود، وابتديت ادهن الفراخ بالشكل ده. طيب يا سنيوريتا انا مش حابة احط على الوش صلصة، في الحالة دي هتجيبي الصينية وتشيلي ورق الفويل ورق الزبدة وتدخليها الفرن في الرف اللي في النص، وتسيبيها لحد لما تاخد لون براحتها خالص. بتاخد وقت شوية حوالي تلت ساعة، بس بيبقى لونها حلو جدا وبتبقى فيه قرمشة جميلة جدا في الجلد. احنا بقى بعد ما دهناها صلصة دخلناها الفرن. لو حابة تسيبيها في الرف اللي في النص من غير ما تشغلي الشواية هي تاخد لون تمام، حابة تشغلي عليها الشواية دقيقتين 3 تبقى اخدت لون، براحتك خالص زي ما انتي حابة. هي خلاص اوريدي مستوية وكل حاجة فيها تمام. بنبتدي نقدمها مع الرز حبة وحبة. زي ما احنا شايفين كده البطاطس بتتكسر من التسوية لانها دايبة دوب. الصوص اللي نازل منها والدهون دي من الفراخ نفسها، احنا كل اللي حطيناه المعلقة اللي دهنا بيها وش الفراخ مش اكتر من كده. ريحتها حلوة جدا جدا وطعمها حلو. لما بتقدميها مع سلطة او مخلل بتبقى خطيرة، وكمان ريحتها تجنن يعني. يلا بقى تعالوا كلوا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا على تعليقاتكم، وبحب دايما اسمع صوتكم او تكلموني في التعليقات، وقولولي لو عايزين اي حاجة نعملها مع بعض في القناة. واشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.